بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جديد بعد غياب لظروفنا. محمد اسبور، قناتكم الجديدة بخصوص انتقال لاعبين دوليين جزائريين. واليوم نتحدث عن إسماعيل بن ناصر. طبعا إسماعيل بن ناصر وآخر مفاوضات وآخر انتقالات حول انتقال إسماعيل بن ناصر إلى الدوري السعودي. هناك مفاوضات كانت جدا مع النادي مينا مع الاتحاد السعودي، وحتى ياسين عدلي كان مفاوضات من روسيا، لكن اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر يحرج ميلان وتشتعل بين ميلان وبن ناصر. الأخبار التالية تقول أن إسماعيل بن ناصر يرفض الخروج من ميلان إلى الدور السعودي. ميلان حيث اقترحت على بن ناصر المغادرة إلى الاتحاد السعودي واللعب في الدور السعودي، أراضي السعودية، لكن بن ناصر رفض تماما هذه الفكرة، وياسين عدلي هو الآخر رفض الفكرة المغادرة إلى روسيا، إجبارهم على الرحيل إلى أندية أخرى. بعد ما إصابة بن ناصر تعرض إسماعيل بن ناصر لإصابة، هناك تخلى ميلان عن بن ناصر ورغبه على الرحيل العام الماضي عندما انتقل من ميلان إلى مارسيليا. ورأينا بن ناصر يقدم الكثير وعبان دائما أنه لاعب ممتاز من طينة الكبار. الصحيفة لا غازيت سبور الإيطالية تؤكد بأن أن النار تشتعل بين بن ناصر وياسين ميلان، حيث كانت تريد استفادة من تحويل بن ناصر من ميلان إلى الاتحاد السعودي ب20 مليون يورو يستفيد منها. وأكد لاغازيت سبور أنه في حال بقاء بن ناصر فإنه سيخسر 35 مليون يورو، هذه بعد رفض بن ناصر الرحيل. وهذا ما يعجبني كثيرا في بن ناصر، يرفض أن يجبره نادي ولا الرحيل من أجل نادي لعب في الخليج. هذا لاعب ممتاز، نتمنى أن نشاهده في فيورنتينا. في أخبار تقول فيورنتينا دخلت على خط من أجل ضم بن ناصر، ولكن ميلان رفض ذلك مقابل إعارة وتريد بيعه مقابل 15 مليون يورو. بن ناصر هو آخر يرفض، يريد البقاء في اللعب في أوروبا، وهذا ما نتمناه حتى يستعيد بن ناصر مستواه ونراه مع المنتخب الوطني الجزائري. بعد إصابة بن ناصر رأينا المنتخب الوطني في الوسط هناك خلل كثير. الزروقي الذي عاد من ناديه السابق، سنتحدث بعد لحظات بعدين إن شاء الله على الزروقي وعودته إلى النادي. خلينا نتحدث عن بن ناصر، الموهبة الجزائري محبوب الجماهير، أنه يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي، وهذا ما كنا نتمناه. بن ناصر نتمنى أن يشارك مع فيورنتينا وأن تمر المفاوضات بين فيورنتينا. وهناك أخبار تقول أخرى بأن يوفنتوس دخل على الخط من أجل ضم إسماعيل بن ناصر. إسماعيل بن ناصر لهذه اللحظة لا يوجد أي خبر رسمي انتقال بن ناصر من نادي ميلان إلى نادي أوروبي. الخبر الرسمي أن بن ناصر يرفض اقتراح ميلان والذهاب إلى الخليج والاتحاد السعودي واللعب في الخليج. ما هذا خبر رسمي. نتمنى بن ناصر أن يشارك في انتقال إلى أحد الأندية الكبرى أو ذهاب إلى إعارة إلى فيورنتينا. وهناك مارسيليا تريد إعارة مقابل سنة، ولكن أن ميلان ترفض ذلك وتريد بيعه مقابل 15 مليون يورو، وهو الآخر. نتمنى لكم حظا سعيدا إن شاء الله، ونتمنى الفيديو ينال إعجابكم. ولا تنسوا غدا سيواجه المنتخب الوطني المحلي بقيادة نادي بوكرة نادي أوغندا تصفيات المحلية كأس إفريقيا، ونتمنى التتويج للمنتخب الوطني الجزائري بعد المنتخب الوطني كرة السلة الذي أبهرنا وفاز بدور كأس العرب بعد 10 مباريات 10 انتصارات. سنتحدث لاحقا إن شاء الله عن المنتخب الوطني كرة السلة، ونتمنى التوفيق لمجيد بوكرة، ونتمنى التوفيق إلى إسماعيل بن ناصر والمشاركة في نادي آخر أوروبي، ونرى إسماعيل بن ناصر مع المنتخب الوطني الجزائري. فلا تنسوا الاشتراك في القناة إذا نال الفيديو إعجابكم. شكرا.